عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة بعنوان اللي النادي الأهلي نادي الدولة، ودي حقيقة. وأنا هثبت لكم النهاردة بموضوع بسيط مش هياخد مننا وقت إن النادي الأهلي نادي الدولة. أيوه، هو ده اللي أنا بتكلم عليه، هو ده نادي الدولة. طبعا كلنا عارفين إن الزمالك يمر بأزمة مالية كبيرة كبيرة بسبب الناس اللي فيه. يعني مش سبب اللي الزمالك مش فريق جامد، ولا اللي هو مثلا عارف عنده لعيبة عارف يبيعها ويجيبها. لا، الزمالك عنده فلوس، بس فلوسه متاخدة في حتة معينة. جمهور الزمالك ذات نفسه مش عايز يصدقها. الله أعلم ليه. بس خلينا نتكلم بقى في موضوعنا الأصلي. ليه النادي الأهلي نادي الدولة؟ أنا هقول لكم دلوقتي ليه النادي الأهلي نادي الدولة. يوم 5/8 كان موعد اللي هو آخر مرة ترسل فيها القايمة الأولى لاتحاد الكورة. معايا؟ تمام. جه بقى يوم 4/8 تم تأجيل اليوم ده من 5/8 ل8/8 اللي هو النهارده. فاكتشفنا ان النهارده ان نادي الزمالك دفع الفلوس. هل دفعها كلها؟ يعني هل هو طبق الشروط اللي اتحاد الكرة بيحطها، ولا حصل زي المرة اللي فاتت اللي راح وقعد على المكتب وقال لهم الكيد ومش الكيد وعمل لهم شيكات وضحك عليهم؟ فانت بقى ركز معايا دلوقتي. هل الزمالك دفع فلوسه كلها؟ لا. لا قولا واحدا. من يومين حصل تصريح ان نادي الزمالك، حصل تصريح من الكابتن نادي الزمالك احمد حسام ميدو، اللي احنا مش عارفين هو شغال في الزمالك جوه ولا شغال في قناه محايد. بس اكتشفنا من معلوماتنا اللي الناس كلها عارفاها ان احمد حسام ميدو ده ايه؟ ابن نادي الزمالك. ابن نادي الزمالك اللي هو راح احترف ورجع قعد ما جابش 20 جول على بعض. ما علينا. اللي احمد حسام ميدو ده قال لك احنا حابين نشكر حازم امام. حازم امام اللي هو ايه على وقفته معانا امبارح، وهنكتب لكم التصريح دلوقتي هتشوفوه قدامكم. انت حابب تشكره على ايه يا حبيبي؟ اللي حصل امبارح. حصل امبارح في ازمه كده اللاعبين. تمام، يعني حازم بيطبل لنا اهو. تمام، يعني انتوا ليكوا حد في اتحاد الكوره وليكوا حد بيمرها. تمام. فازمه الكده اتحلت. في المقابل اللي نازل خبر دلوقتي ان اتحاد الكوره لكره اليد، مش لكره القدم، قال لك احنا لن نتهاون مع الزمالك ولن نخلف مبادئنا، يعني كده بمعنى الاصح، او مش هنعرض امورنا لنادي الزمالك ونفتحوا له الكيت. دلوقتي بقى عايزين نعرفوا بقى الخبر بيقول ايه اللي نزل عن طريق اتحاد كرة اليد. بيقول الزمالك عنده أزمة. طب يا اتحاد كرة اليد، الزمالك عنده أزمة. كام أزمة؟ واحدة؟ لا. اتنين؟ لا. تلاتة؟ لا. 4 مشاكل يا اتحاد. يا اتحاد يا كرة يد، 4 مشاكل. طب تعالى بقى صنفهم لي كده. صنفهم لي. وهل حازم إمام موجود في اتحاد كرة اليد؟ أكيد لا يعني. أكيد لا. فصرح مصدر داخل داخل اتحاد كرة اليد إن الزمالك يواجهه 4 مشاكل بالتمام والزمن. أول مشكلة مستحقات مدرب أجنبي ومستحقات لاعب أجنبي. فضحتونا بره، فضحتونا بره، بس لا ده وجوه. تالت مشكلة مستحقات اللاعبين في الموسم الماضي. يخرب بيتكم. طب ايه؟ طيب فاضل مين تاني ما تعملوش معاه مشاكل؟ في فاضل مين تاني ما سددتوش؟ خلاص يا سيدي، مصر هتستحملك. ايه؟ في مشكلة اللي هو في 5% رسوم اشتراك من عقود اللاعبين المحترفة لدى الاتحاد المصري لكرة اليد. ده كده بقى انت عندك مشكلة مع لاعب أجنبي ومدرب أجنبي ولاعب مصري واتحاد كورة مصري. انت ما عندكش دم. وفي الآخر طالعين بتركزوا معانا. طب ما تركزوا في خيبتكم. ده بجد والله العظيم ركزوا في خيبتكم. يعني انا عايز اعرف بس، انت دلوقتي عندك مشكله ومشكله في القدم اتحلت، ما تروح تحل مشكله اليد. اليد دي اللي بتسندك. اليد دي كل ما بتيجي بتعمل نسيبه في القدم، اليد هي اللي بتسندك. تمام. ركزوا والنبي مع نفسكم شويه، سيبوكم مننا. يعني سيبوكم من الاهلي شويه. يعني ركز على نفسك واشتغل على نفسك لحد ما توصل. انا بتكلم عليكم عشان انتوا خنقتونا. بجد انتوا خنقتونا. يعني كل شويه تتكلموا علينا ليه؟ طيب ما تركزوا مع نفسكم. ركزوا مع نفسكم واحده ربنا هيكرمكم. انا بقى دلوقتي عندي تساؤلات. هل يوجد حازم امام داخل اتحاد كره اليد؟ هل يوجد وليد العطار داخل اتحاد كره اليد؟ انا في انتظار الازمه دي بجد يعني. عايز اشوف حلها ايه. هل هيدفعوا فلوس؟ يدفعوا فلوس لمين ولا لمين ولا لمين؟ انا والله في انتظار المشكله دي تتحل، وعايز اعرف تتحل ازاي.
عشان احنا عندنا كرة القدم في الاتحاد ضعيف، واكبر دليل اللي هو ضعيف اللي هو عقوبة حسين الشحات اللي جاي بقى عن طريق الرابطة ولا عن طريق الاتحاد، انتوا الاتنين واحد بقى، ممكن بقى تتكلموا مع بعض. جاي اللي هو توقف ماتشين بس و20,000. أنا أهلاوي بقول لك اللي 20,000 والماتشين دول الأهلي. إحنا كأهلي خصمنا نص مليون. عارفين؟ إحنا كأهلي ما كانش عاجبنا سلوكه فخصمنا نص مليون. بلاش بقى ندخلوا بقى في موضوع تالت ورابع وخامس. يلا ربنا يكتر من مشاكلكم في ظل وجود الإدارة دي، في ظل وجود الإدارة دي اللي هو بتاع. أيوه هو ده. سلام عليكم.